تعالوا شوفوا معايا إزاي عملت التورتة الخطيرة دي بالتلات بيضات بس، من غير دقيق سبونج ومن غير بيكنج باودر ومن غير كمية بيض كبيرة. وطلعت كيكة طرية جدا، خفيفة وعالية قوي. قسمتها 4 طبقات، وكل طبقة كانت ماسكة نفسها وطعمها يجنن. وهنتعلم مع بعض كمان كل أسرار الكيكة الإسفنجية اللي تنفع للتورتات، بمكونات بسيطة واقتصادية موجودة في كل بيت. يلا نبدأ مع بعض خطوة خطوة. المكونات: 3 بيضات، هنفصل البياض عن الصفار. 45 جرام سكر، حوالي 3 معالق كبار، هنستخدمهم مع البياض. 35 جرام سكر، يعني 2.5 معلقة كبيرة للصفار. 50 جرام زيت نباتي، حوالي 3.5 معلقة كبيرة. 60 ملي حليب، يعادل ربع كوباية. 90 جرام دقيق أبيض، حوالي 3/4 كوباية. رشة ملح صغيرة. نص معلقة صغيرة فانيليا أو بشر ليمون أو برتقان. نص معلقة صغيرة عصير ليمون أو خل أبيض. الخطوة الأولى: فصل البياض عن الصفار. بنبدأ نفصل البياض عن الصفار، وعلشان نضمن الفصل مظبوط بنفتح البيضة على إيدنا بهدوء. البياض بينزل من بين صوابعنا والصفار بيفضل في الكف. الخطوة التانية: خفق بياض البيض. بنحط بياض البيض في بولة نظيفة وجافة تماما، ونضيف عليه نص معلقة صغيرة عصير ليمون أو خل أبيض. الحمض هنا بيساعد إن البياض يتمسك ويبقى ثابت وما يفكش في التقليب. نبدأ نضرب بالمضرب الكهربائي لحد ما تظهر رغوة خفيفة، وبعد كده نضيف السكر تدريجيا ونكمل خفق. لما نرفع المضرب نلاقي قوام البياض عامل قمة واقفة وثابتة، ساعتها بيكون جاهز. الخطوة الثالثة: تجهيز خليط الصفار. في بولة تانية بنضرب الصفار مع السكر التاني لحد ما القوام يفتح ويبقى ناعم وكريمي. بنضيف الزيت ونقلب، وبعده الحليب ونقلب كمان. بنضيف الدقيق على مراحل، ومعاه رشة الملح الصغيرة اللي بتوازن طعم الكيكة وتبرز طعم الفانيليا أو البشر. في الآخر بنضيف الفانيليا أو بشر الليمون أو البرتقال على حسب النكهة اللي بنحبها. الخطوة الرابعة: دمج البياض مع خليط الصفار. بنبدأ نضيف البياض المخفوق لخليط الصفار على 3 مرات، ونقلب بهدوء من تحت لفوق بحركة دائرية علشان نحافظ على الهواء اللي دخل في البياض. الهواء ده هو اللي هيخلي الكيكة ترتفع وتكون خفيفة جدا من غير أي بيكنج باودر. أول ما الخليط يتجانس نوقف تقليب فوراً علشان القوام يفضل خفيف ومنفوش. الخطوة الخامسة: الخبز. بنصب الخليط في الصينية المجهزة، وندي الصينية خبطتين خفيفين على الرخامة علشان نطرد أي فقاعات هواء كبيرة ممكن تبوظ شكل الكيكة. ندخلها فرن سخن على درجة حرارة 140 مئوية، ونسيبها من 45 ل 50 دقيقة. الحرارة الهادية دي بتساعد إن الكيكة تستوي على مهلها وتفضل طرية وجواها هوا وما تنشفش ولا تهبط. الخطوة السادسة: اختبار النضج والتبريد. بعد الوقت المحدد بنختبر الكيكة بخلة خشب. لو طلعت نضيفة بنطلعها ونقلبها على شبكة أو فوطة نضيفة ونسيبها تبرد تماما. لازم تبرد قبل ما نقطعها علشان الطبقات تطلع متماسكة وما تتكسرش. الخطوة السابعة: التقطيع والحشو. بعد ما الكيكة بردت خالص بنبدأ نقطعها بسكينة مشرشرة أو خيط. بتطلع معانا 4 طبقات عالية جدا، أو 3 لو حبينا نخليهم أكبر في السمك. بنجهز الحشو اللي بنحبه: كريمة، نوتيلا، توفي، فستق، لوتس. نسقي كل طبقة بشربات خفيف، مية وسكر، ونوزع الكريمة والصوص ونرتب الطبقات فوق بعض بهدوء. بعد ما ركبنا التورتة بندخلها التلاجة على الأقل نص ساعة علشان تمسك نفسها وما تفكش معانا. نطلعها ونديها تغليفة ناعمة من الكريمة، ونزينها من فوق بورود بالكريمة أو شوكولاتة مبشورة أو أي حاجة بسيطة متوفرة عندنا. وبكده نكون عملنا كيكة اسفنجية اقتصادية، طرية وعالية، ومن غير بيكنج باودر ولا بيض كتير، بمكونات كلها من مطبخنا وطريقة سهلة تنفع لأي تورت أو حلا. لو حبيتوا أوريكم في فيديو تاني طريقة الكريمات والصوصز اللي استخدمتها، اكتبولي في الكومنتات وهجهز لكم كل حاجة بالتفصيل.